احنا دخلنا البيت 3. بعد تالت ليلة بقينا 2. واللي حصل للبنت التالتة لحد دلوقتي محدش يعرفه. لو خايف ما تكملش. احنا كنا 3 صحاب من زمان، أنا وسلمى ونور. كنا بنحب نضحك على قصص الرعب ونقول كله كلام فاضي، خوف على الفاضي، لحد اليوم اللي قررنا فيه ندخل البيت المهجور اللي في آخر المنطقة. الناس كانت بتقول إن البيت ده أي حد بيدخله ما بيطلعش زي ما دخل. طبعا احنا ضحكنا والفضول كسب. دخلنا قبل الغروب بشوية. أول ما رجلينا لمست أرض البيت حسيت حاجة تقيلة على صدري، كأن حد قال جوه دماغي دخلت متأخر. نور ضحكت وقالت انتي بتتوهمي، لكن الريحة كانت وحشة، تراب قديم وحاجة خانقة. قررنا نبيت الليلة جوه. الليلة الأولى سلمى. الساعة كانت حوالي 2 الفجر. كنا نايمين في أوضة واحدة. فجأة سمعنا صوت خطوات برا الأوضة. سلمى قامت وقالت في حد هنا؟ مفيش رد، بس الخطوات قربت ووقفت قدام الباب. نور شدت البطانية وقالت وهي بترتعش افتحي النور. قبل ما اتحرك سمعنا نفس تقيل وبعدين همس واضح، مش دورك. وفجأة سلمى صرخت. لفينا ناحيتها، كانت قاعدة مكانها وشعرها كله أبيض في دقيقة واحدة. الليلة التانية نور. الصبح حاولنا نمشي بس باب البيت ما اتفتحش، كأنه اتقفل علينا من جوه. سلمى بطلت تتكلم بس كانت بتبص في الحيطان كأنها شايفة حاجات احنا مش شايفينها. الساعة 3 الفجر نور قالت في حد بينادي اسمي وخرجت. جريت وراها بس ملحقتهاش. سمعنا صريخ من فوق وبعدين هدوء مرعب. طلعنا. نور كانت مختفية بس لقينا موبايلها واقع مفتوح على الكاميرا، آخر صورة وشها وفي ظهرها حاجة واقفة مش إنسان. الليلة التالتة أنا. فضلت لوحدي مع سلمى، بس سلمى ما كانتش سلمى، كانت بتضحك لوحدها وتقول بصوت غريب البيت اختار. الساعة 3:17. الحيطان بدأت تهمس، الأبواب تتحرك والأرض تهتز. سلمى قربت مني وقالت بصوت مش صوتها انتي آخر واحدة. جريت، صرخت، وقعت. النهاية. صحيت الصبح لقيت نفسي برا البيت. البيت كان مقفول ولا كأنه عمره اتفتح. بلغت عنهم، قالوا مفيش بيت أصلاً في المكان ده. بس لحد دلوقتي كل ليلة الساعة 3:17 بسمع صوت سلمى بيهمس لسه فاضل مكان.